ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ عايزه اتكلم معاكم في موضوع. انا بصراحه مش عارفه ادخل الدخله خالص. بس يعني بسم الله. كنت عايزه اتكلم معاكم في فكره ايه الهدايه. يعني ايه؟ يعني انا عرفت مؤخرا، انا ما كنتش يعني ايه الحاجه دي متوضحه لي. ان في نوعين من الهدايه، هدايه خاصه وهدايه عامه. هدايه عامه دي لكل الناس، يعني لكل المخلوقات. يعني مثلا زي حاجه زي الرزق، يعني ربنا بيرزق الايه المؤمن والكافر. فدي ايه؟ فدي هدايه للناس كلها، اللي هو موضوع الرزق. عندنا ايه تاني مثلا؟ عندنا فكره مثلا ايه الطريق الصح والطريق الغلط. دي حاجه ايه؟ يعني باينه للناس كلها. يعني المفروض الايه، دي حاجه واضحه للناس كلها. الناس كلها عارفه ايه الصح فين والغلط فين. ولو حد مش عارف فاحنا عندنا حاجه اسمها هدايه ايه، اللي هي الهدايه العامه برضو. هدايه ايه اسمها ارشاد، ارشاد ايه، هداية ارشاد وبيان. هداية الارشاد دي اللي هي طبعا القرآن. القرآن هو طبعا ارشاد وبيان. وايه، والرسل، يعني ربنا سبحانه وتعالى نزل الرسل ايه عليهم الايه، الارشاد. يعني دي مهمتهم. الرسل ايه عليهم البلاغ، ان هم ايه يدلونا على الطريق الصح، يعني يقولوا لنا ده هنا الصح وده هنا الطريق الغلط، ايه من يمشيش فيه. فدي ايه، دي الهداية العامة اللي هي لكل الناس، واللي هي متوفرة. يعني مثلا لو حد مش عارف الصح والغلط، فدي ايه هداية ايه متوفرة، القرآن والسنة. وفي طبعا هداية تانية اللي هي بقى ايه، هداية الفطرة. هداية الفطرة دي موجودة ايه، عند كل الناس، اللي هي موضوع الضمير. موضوع ايه، النفس اللوامة. يعني دي برضو ايه بترشدنا. يعني لو عملت حاجة، لو لا انا مش مرتاحة انا مطمنة، يعني دي نفس الايه او مش نفس اللوامه، يعني دي موجود نفس اللوامه طبعا. بس انا قصدي دي برضو ايه، دي الفطره اللي احنا كده في فطرتنا، لا الحاجه دي مش صح، او الموقف ده كده يعني. فالمهم ايه، دي اول هدايه اللي هي الهدايه ايه، الهدايه العامه اللي هي هدايه الارشاد. دي ايه متوفره للناس جميعا. في بقى هدايه خاصه. الهدايه دي ان الواحد بقى يوفق، ان ربنا يوفقه. الهدايه دي بتبقى للمؤمنين بس. يعني دي ما ينفعش ايه للكفرة، ان ربنا يوفق الواحد في ايه، في الطاعة. فدي ايه، دي هداية للمؤمنين وبتبقى خاصة. ازاي بقى الواحد يعني ايه يحصل بقى ايه على الهداية الخاصة دي؟ عن طريق ايه، انا كاتباهم حاجتين بس هقول 3. اول حاجة ان الواحد ايه يعمل بهداية الارشاد. يعمل بهداية الارشاد دي اللي هي موجودة في القرآن والسنة. الواحد ايه لو اتبع القرآن والسنة، ربنا بعد كده هيوفقه للهداية بقى ايه، في الطاعات، ان هو ايه يعني يوفقه اكتر. ثانية انا كاتباها. ربنا يوفقه، يسدده ويوفقه. ويوفقه في الايه، في الطاعات. يعني ربنا يفتح عليه ايه في الطاعات. فدي ايه، ده توفيق. يعني ايه الواحد عايز مثلا ربنا ايه يفتح عليه اكتر، فدي بتكون هداية خاصة بالذات، يعني ايه في الطاعة. فازاي الواحد يحصل عليها؟ ان هو يتبع الايه الهداية الاولى اللي هي الجميع، اللي هي الارشاد قرآن وسنة. وبعد كده ربنا بقى هيوفقه الهداية الخاصة دي. فالهداية الخاصة دي بتبقى بس من ربنا. يعني الرسل مش عليهم ان هم يهدونا هداية التوفيق، عليهم بس ان هم ايه يهدونا ايه هداية الارشاد. فاحنا عندنا ايه الهداية الخاصة دي بتبقى يعني بتبقى ايه عمل، ان احنا نعمل بالارشاد. وبعد كده ايه اتباع، عمل واتباع. اول حاجة ايه عمل ايه، عمل واتباع. ان العمل ده يعني ايه يكون باتباع، يعني يكون زي الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ان احنا نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وايه تاني، في حديث بقى حديث الايه الاولياء يعني. تعالوا نقراه. اللي هو ايه، من عدا لي وليا فقد ايه اذنته بالحرب. اللي يعادي ايه ولي من اولياء ربنا، فده ايه يعني ايه اذن، يعني كانه ايه يعني استغفر الله كده، يعني ايه يعني ربنا يحاربه. يعني
هو هيمسك درع كده وايه وهي ايه يعني بيحارب ايه مع ربنا. فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. فاحب حاجه ان احنا نتقرب بيها لربنا هي الفرائض. فالواحد لو عايز ايه يتبع يعني احب حاجه ولو مش عارف يبدا منين يبدا بالفرائض. وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فايه والواحد بقى لو عايز يستزيد ايه وان ربنا يحبه يعمل النوافل. فاذا احببته ايه بقى ايه المزايا بقى ايه اللي الواحد هيحصل عليها لما ربنا يحبه. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، هيسمع ايه يعني او مش هيسمع غير الايه الحاجات اللي ربنا يرضيها. وبصره الذي يبصر به، وبرده بصره هيكون محفوظ. ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالواحد لما يكون ايه او بيعمل النوافل ربنا هيحبه. ومزايا تانية بقى اللي هو سمعه وبصره وكل جوارحه هتبقى ايه محفوظة. واي حاجة الواحد ايه يسألها ربنا هيديها له. واي حاجة ايه اي حاجة الواحد يستعيذ منها ربنا ايه هيعيذه منها. تمام. فايه فالواحد يعني لو عايز يبدأ عشان ربنا يوفقه ويزيده ان هو يبدأ اول حاجة بالفرائض، وبعد كده ايه يستزيد بالسنة علشان ربنا يحبه. فاحنا كده قلنا حاجتين، العمل والاتباع. اهم حاجة بقى او على رأسهم ان الواحد يكون مخلص. يعني حد ايه يسأل نفسه طب انا ليه اعمل كل ده او يعني ممكن الواحد ايه في النص كده يحس ان هو تايه او اللي هو انا ليه بصلي اصلا. فاللي هو لا يعني احنا ايه يعني البوصلة ان الاخلاص ان انا بعمل كده لربنا وان انا فعلا يعني ايه اريد وجه الله وان انا عايزه ادخل الجنه. يعني اللي هو الواحد ساعات بينسى لا يعني انا هدفي ايه ربنا وان انا عايزه ادخل الجنه. فاهم حاجه طبعا الواحد يكون مخلص وبعد كده يعمل بالارشاد اللي هو القران والسنه وربنا بقى كده هيوفقه ويفتح عليه. فاول حاجه في موضوع التوفيق ده الارشاد يعني والبيان ان الواحد لازم يجاهد نفسه. يعني المصطلح اللي احنا عايزين نطلع بيه ان الواحد يجاهد نفسه. مفيش حاجه كده بتيجي بالساهل. يعني مفيش حد كده بيصلي ومنتظم ومعرفش ايه عملها سوبر واو بالساهل. لا هو اكيد جاهد نفسه، اكيد وقع وقام. فاحنا ايه عايزين نجاهد نفسنا وان ده يبقى ايه يعني حياتنا تبقى كده. ده اللايف ستايل اللي احنا بنجاهد نفسنا، بنقوم ونقع ونرجع وهكذا. فايه علشان ربنا يوفقنا ويوفقنا ان احنا نقبل على الطاعه ونستزيد والحاجات دي كلها وربنا يحبنا ونوصل لمقام عالي وكل الحاجات دي كلنا. فاحنا لازم نجاهد نفسنا. مفيش حد ايه بيحصل على حاجه كده بسهوله. فبس يعني ممكن نختم معاكم بآية جميله قوي سورة العنكبوت. ثواني. آية في سورة العنكبوت. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فايه ده ايه الواحد لما يجاهد ربنا ايه هيهديه. وسبلنا يعني مش سبيل واحد، لا سبلنا طرق كتير قوي وفتح كبير قوي. وإن الله لمع المحسنين. وطبعا اللي بيجاهد بيكتسب صفة ايه الإحسان اللي هو بيجاهد ايه الإحسان ده اللي هو ايه تعبد الله كأنك تراه. ولو الواحد ايه يعني طبعا ايه ان لم تكن تراه فهو يراك. فطبعا ربنا ايه يرانا ويسمعنا وهو معنا ايه اينما كنا. فايه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالواحد يجاهد وبعد كده ربنا هيهديه. يعني هيهديه بس هو يتبع. فالخطوه الاولى دايما بتبقى من عندنا. اللي هو الواحد ايه عايز فجاه ينتظم في الصلاه وفجاه يبقى مش عارفه ايه. لا الخطوه الاولى دايما بتبقى من عندنا عشان ربنا بعد كده يهدينا هدايه التوفيق ان احنا ايه نقبل على الطاعه ونستزيد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. ربنا ايه مع المحسنين اللي هم بيجاهدوا ايه نفسهم. و قلنا صفه الاحسان ايه جميله قوي انها تعبد الله كانك ايه تراه.
فبس فاحنا يعني عايزين نطلع من الفيديو ان احنا كده عرفنا نوعين من الهداية، هداية ارشاد، ودي اللي بيكون ايه فيها ايه، فيها الطريق، بنعرف يعني الصح والغلط من ايه، من دلالة الارشاد دي اللي هي القرآن والسنة وطبعا الفطرة. فالواحد يتبع الهداية دي اللي هي هداية الارشاد، ربنا بعد كده هيوفقه لهداية الايه، لهداية التوفيق. فهداية التوفيق دي ايه، هداية خاصة علشان هي ايه للاولياء، زي ما قلنا ايه حديث الاولياء ان ايه ما زال ايه اللي هو بسم الله ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي ما افترضته عليه. فطبعا الاولياء ايه الفرائض دي لازم ايه لازم. فالواحد لو محتار يبدا منين، يبدا بالفرائض، يبدا بالفرائض. ولو حاسس ان هو قلبه مش موجود خالص، لا يقول انا هجاهد لحد ما ربنا يوفقني. طبعا الواحد ايه يدعي ويدعي بالثبات، يعني من ايه من ادعية النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالواحد دايما يدعي ودايما يجاهد نفسه وبس. سلام.